يوم في حياة سهسوها، وده فلوج يوم الحد، والنهارده عيد ميلاد ساره، فيلا بينا نبدا الفلوج مع بعض. اول حاجه صحيت من النوم النهارده بدري جدا، لان انا كان عندي كذا مشوار قبل عيد ميلاد ساره، لان انا اللي كنت هجهز لها العيد ميلاد. صحيت من النوم، غسلت وشي وعملت السكين كير بتاعي، واستاذه كيتي كانت قاعده بتتفرج عليا عادي جدا مش مهم. المهم لبست ونزلت وطلبت اوبر، واتجهت بقى على مدينه نصر علشان اروح اجيب هديه ساره. عايزه اقول لكم ان انا كنت صاحيه بحاول افوق نفسي في اوبر باي طريقه، لان انا كنت عايزه انام جدا، وفي نفس الوقت عايزه اخلص كل حاجه بدري قبل ما الوقت يزنق. وصلت بقى عند لوتس فلاور، وانا كنت قايله لهم يجهزوا لي الشال الاحمر بالورد الاحمر، وخلاص بقى اي ورد بعد كده اعرفوا ان هو موجود عند لوتس فلاور وان انا بجيبه من عندهم. المهم جبت الورد ورحت بسرعه بقى جبت البلالين وطلعت على جاردن لاونج، لان انا كنت عامله لساره عيد ميلاد هناك. هو مش عيد ميلاد قوي بصراحه، بس انا كنت حابه افرحها، عملت لها زينه خفيفه كده وشويه بلالين. وطبعا استاذه ليلى اللي جايه من اخر الدنيا واخرتنا، بس مش مهم، اهم حاجه ان هي جت بالسلامه. المهم بقى خلاص جهزنا المولتن كيك، احنا ما كناش عاملين حاجه كبيره، بس احنا كنا حابين نفرح ساره، فغمينا عينيها بقى بعد ما وصلت، شغلنا لها اغاني وقعدنا نهيص لها شويه، وبجد هي فرحت قوي. وده كان هدفنا، ان احنا اصلا ما نعملهاش حاجه كبيره بس في نفس الوقت نفرحها. وانا بجد بجد بحب ساره جدا، وبشكر بجد الظروف اللي عرفتني عليها، وانا مبسوطه ان انا عرفتها، وهي بجد يعني بتبسطني، وشكرا على اي حاجه حلوه هي بتعملها لي، فانا كنت حابه بجد افرحها. والحمد لله المفاجاه عجبتها وتمت المفاجاه بنجاح. المهم بعد ما احنا عملنا كل الكلام ده، ساره افتكرت ان هي سترونج اندبندنت، وقالت يلا نقعد نشتغل، بس احنا قلنا لها كبري دماغك، ونزلنا اتمشينا شويه، وبعد كده بقى انا روحت بقى لقيت ماما عامله لي الليفت اللي انا بحبه، فقلت لها بس سيبيني انا اقطعه، وبجد دي امتع حاجه ان انتوا تقعدوا تقطعوا ليفت يا جماعه، يعني متعه غير طبيعيه. المهم قطعنا الليفت ودخلنا نقعناه في الميه شويه، اهم حاجه ان انتوا تغسلوه كويس جدا، احنا غسلناه بتاع 4 مرات لحد ما تتاكدوا ان هو خلاص بقى نظيف، وتصفوه من الميه بتاعته. هنعمل بقى الخلطه بتاعته. ماما بتحط في الخلاط بنجر وملح وميه، وبتبدا ان هي تصفيه كويس جدا، وبعد ما بتصفيه بنحطه بقى على البطرمان وبنقفل عليه بتاع اسبوع، بس ما فيش الكلام ده، انا بفتحه تاني يوم وباكله عادي جدا عشان انا ما بقدرش استنى. اخر حاجه بقى في اليوم عملت السكين كير بتاعي، استخدمت الغسول بتاع باريشيا ونيمت كيتي، وبس كده يكون يومي خلص. اشوفكم في فلوج جديد.